السلام عليكم. كيف كتشوفوا من العنوان اليوم غادي نحضروا مع بعضياتنا واحد الكيكه ديال الفراوله كتجي لذيذه وخطيره. مكونات اللي بساط، تقدري توجديها للغودي او لوليداتك او للضياف ديالك. وكذلك الا كنتي غدا معروضه تقدري ديها معاك، ما تدخليش بجديداتك خاويين، ديها وكتحمر لك الوجه. كيف كتشوفوا غادي نوريكم الطريقه ديال التحضير ديالها والمقادير اللي ساهلين. هنايا جبت اناء اللي وضعت فيها 4 البيضات كيف كتشوفوا متوسط الحجم، وكاس مملوء ديال السكر. السكر كيبقى عاوتاني على حسب الذوق، تقدروا ما ديروش مملوء، كاس الا ربع. وقطرات ديال الفاني، تقدروا الا ما لقيتوش الفاني السائله ديروا غير الفاني العاديه. وتطربوا المكونات مع بعضياتهم. انا كتعجبني كنفضل هاد السائله لان كيبقى ريحه الفاني مجهده. صافي هنايا كيف كتشوفوا كنطرب المكونات تيولي لينا القوام ديالها ابيض كيف بحال هكا كيف كتشوفوا. وعاد هاد اللحظه كنبقى نضيف الزيت تدريجيا، كاس كبير ديال الزيت ديال العنبه. صافي كنطرب حتى تيولي القوام عاوتاني ابيض. كنحاول وانا كنطرب وانا كنزيد انا نرجع اللون ديال الكيك ديالنا اولا المقادير ديالنا بيضاء. هنا السر باش ينجح لنا الكيك خاص يكون مائل البياض والقوام ديالو ثقيل شويه. صافي هنايا كيف كتشوفوا كنطرب المكونات مع بعضياتها كيف كتشوفوا، وكنضيف ليها كاس ديال الحليب عادي بارد من الثلاجه، ماشي ضروري انني نسخنوه. صافي كنبقى نطرب تدريجيا، كنبقى نضيف الحليب تدريجيا وانا كنطرب. صافي كيف كتشوفوا القوام ديالو ولا كتشوفوا اللون ديالو اللي مائل للبياض. هنايا كيف كتشوفوا غادي نجيب زلافه ديال الطحين وغنبقى نوضعها تدريجيا حتى نساليها، ما نجيش ونخويها في دقه البنات. وكذلك تقدروا تغربلوها لك الحبيبات ديال الطحين ديالكم باش ما يطلقوش لينا دوك الكويرات في العجين، ولا يمكن لكم تستغنوا على هذه المرحله غير هي باش ما يبقاش محبب لكم الخليط ديالكم. صافي هنايا كنبقى نطرب وانا كنضيف هذاك الطحين تدريجيا بشويه بشويه. اهم شيء البنات على حسب الطحين، كاين الطحين اللي كيشرب ما غنديروش الزلافه كامله، وكاين الطحين اللي عادي تديري زلافه مملوءه، كاين اللي كديري قل من زلافه بشويه وكاين اللي كديريها مملوءه. صافي هنايا كنبقى نطرب حتى غادي نسالي هذيك الزلافه كامله كيف كتشوفوا. دابا غادي نضيف هذيك الزلافه اللي بقى ليا فيها بهذه الطريقه، وغادي نضيف جوج علب ديال الخميرات الحلويات. صافي وغادي نغربل كلشي. صافي وغادي نخلط القوام ديالنا. هنايا البنات القوام ديال الكيك ديالنا باش كتعرفوه ناجح كيكتب لك واحد رقم 8، كيكون القوام ديالو ثقيل وما ماشي ثقيل بزاف، كيكون بين وبين، كيكون القوام ديالو كيف كتشوفوا معايا بهذه الطريقه ثقيل او ميم طون يكتب لك رقم 8. صافي هنا غنوريكم السر باش الكيك ديالنا كينتفخ لينا في الفران وكيطلع ما واخا تحلي واخا نسيتي وحليتي عليه واحد شويه ما يهبطش لك. هنا غديري، وهنايا نصيحه مني ما تحلوش عليه نهائيا الفران. هنا هو السر، هو معلقه كبيره ديال الخل وكتخلطي المكونات هانتوما مع بعضياتهم. شو القوام كيولي، هذا هو القوام الحقيقي ديال الكيك ديالنا كيفاش خاصو يكون. هانتوما هنايا البنات كتطلع لينا الكيكه وكتفك علينا، هانتوما كتكتب لينا رقم 8 بسهوله لانه هو هذا القوام ديالها. هنايا كيف كتشوفوا كتطلع لينا الكيكه وكتفك علينا في الفران. صافي هنايا جبت المول ديالنا اللي ديجا انا دهناه بالزبده ورشاه بالطحين
صافي. وهنايا بديت كنخوي الكيك ديالنا تدريجيا، لانني هنايا قطعت ديجا الفراوله قطع صغارين اللي غادي نوضعهم في الوسط. عليها قسمت الخليط للنصفين، وضعت هاد الفراوله اللي قطعت وغادي نغطيها من الفوق بهداك الخليط المتبقي. هنايا كتجي زوينه، وبالاخص اللي درتوها بالفرامبواز كتجي خطيره. هي لا فريز ولا فرامبواز كيجيو رائعين، ولكن انا كنفضل الفرامبواز اكثر. وتا الفريز كتجي لذيذه، ماشي ما كتجيش لذيذه، مي الفرامبواز كيجي ألذ. صافي هنا كنغطي داك الفريز من الفوق تدريجيا كيف كتشوفوا معايا. بعد ما غطيته كيف كتشوفوا معايا غادي نضغط عليه من منقاد السطح ديال المول ديالنا باش يتغطى مزيان هذاك الفراوله. وغادي نخشيه الفران على درجه ديال 160 هكاك اولا 180. ايوا ونخليه على عافيه مهيله، ونشعل عليه غير من التحت باش يطيب ليا من الفوق، غير من التحت باش يطيب من الفوق، ونخرجوا ديك الساعه. شفتوا كيفاش كيجي الكيك ديالنا مفكع وكيجي راقي. صافي هنايا كنحاول انني نحيدو واخا مازال سخون. صافي غادي نقلب المول ديالنا بهذه الطريقه. شتي الكيك داغي كيتحيد معانا، هانتوما كيجي هشيش وكيجي رطب رطب رطب. صافي هكا غنحطو جانب، وغادي نمشي نوجد الطبقه الثانيه اللي هي اساسيه في هذه الوصفه. كيف كتشوفوا شتو الطراوه ديالو كتجي رطبه البنات، واخا كيبان لكم انه محمر مزيان ولكن كيكون عنده واحد اللون اللي موحد. صافي هنايا الطبقه الثانيه اللي كنكون دايره نصف لتر ديال الحليب، كنضيف ليها 2 معالق ديال السكر. كيبقى السكر على حسب الذوق، ولكن ما تتعداوش 2 باش ما يجيكمش حلو عاوتاني بزاف. كنضيف 2 معالق ديال النشا كيف كتشوفوا. كنضع ساشيات ديال الفلون، درت وحده اللي صغيره ووحده اللي كبيره. هذيك الكبيره كتكون حلوه ديجا. صافي هنايا غادي نخلط المكونات. قبل منها غادي نضيف ليها ملون ديال الطعام، ملون احمر، كندير غير واحد شويه. وغادي نخلط المكونات مع بعضياتهم، وانا كنخلط وهو كيطلق ليا اللون تسيولي ليا كيف بحال هكا. صافي هنايا بعد ما خلطته كيف كتشوفوا غنحطو فوق البوطه تيعقد ليا الخليط ديالنا يولي عاقد. صافي كنبقى نحرك بالتدريج، ما نحيدش يديا من فوق البوطه. شفتوا كيفاش كيولي القوام ديالها ثقيل شويه. صافي هنايا غادي نجيب المول ديالنا اللي ديجا دهنتو بالزبده مزيان البنات، ما تخليو حتى بلاصه فيه باش ما يلصقش ليكم في المول ديالنا هذا الخليط والكيك. ولكن خاص يكون المول مزيان، يعني ماشي داك المول اللي كيلصق، راه ما تصدقش لكم الوصفه ما يبغيش يتحل لكم من بعد. صافي هنا كنضغط عليه باش يلصق الخليط في كاع الجوانب. انا ديجا البنات كنت حضرت لكم اشكال ديال هاد الكيك بحال هكا، كنت ديجا حضرتها لكم بالبرتقال. انا كنفضل ديال البرتقال على هذه، كتكون لذيذه اكثر من هكا. حتى هذه زوينه، غير هي ديال البرتقال انا كنفضلها اكثر لانني صافي. هنايا كنستمر بهذه الطريقه كيف كتشوفوا. هذا هو الكيك ديالنا. كنتمنى انه ينال الاعجاب ديالكم وتكون الوصفه ديال اليوم خفيفه ظريفه على قلوبكم. ودائما كنقول لكم اللي وصلتوا حتى لهنايا ما تنساوش تشتركوا وتفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد. انا نقطع لكم كيف كتشوفوا واحد الطريف باش تشوفوها كيفاش كتجي لذيذه. هنايا خليتها البنات تقريبا واحد 3 سوايع في الثلاجه وجبتها. كيف كتشوفوا الفريز من الداخل وكتجي لذيذه، وكتجي صدقوني ما تشبعوش منها وغادي تولي ادمان عندكم. جربوها وردوا عليا في الكومنتات ان شاء الله. والى اللقاء الى فيديو مقبل ان شاء الله، مع وصفه جديده، مع اراء مع افكار جداد.
وخليوا لي الوصفه اللي بغيتوني نشاركها معكم المره الجايه ان شاء الله.